ايا واش في اخباركم باللي ديك النزوقيه والفهامه اللي كتخليك تدي الطوموبيل اللي باغي تشري لعند شي كراج باش يفيريفي الكيلومتراج ريال ديالها ما بقات فايده في والو، او واخا الكراجيست يخدم كاع دوك لي تيستر دو دياغنوستيك اللي كاينين في المارشي ولا حتى اللي كيستعملوهم لي كونسيسيونير بحال بي سي دي اس والغاتمان والاوتيل واللونش والاوديس والسناب اون وزيد وزيد. ايها خوتي بحيث في عوض من ما يتسنى حتى يبغي يبيع طوموبيلته ويمشي يهبط ليها الكيلومتراج اللي تيكون مافيشي في الفيرتوال كوكبيت واللي اصلا ساهل باش يديتيكتي اي واحد عنده لوتي ديال الدياغنوستيك ويعرفوا واش فيك ولا لا. بحيث خرجت واحد لوتي اخرى ذكيه وعندها من التحرميات والماده الرماديه باكيه. هاد لوتي يا خوتي كتسمى بالمايلج اودوميتر بلوكر، بحيث كيعطيكم الحق تفورسيو على الاي سي يو ديال طوموبيلتكم باش يستوبي لوبيراسيون ديال حساب الكيلومتراج اللي ضربته وفوق ما بغيتو. وهذا الشيء كامل اخوتي كيتدار بواحد لابليكاسيون اللي كتكونيكت عن طريق البلوتوث وبالضبط مع واحد الموديول اللي غنوريكم من بعد فين وكيفاش كيتانستالا. هاد العجب وعجوب اخوتي اخترعته وشرفات على الديفلوبمون ديالو واحد الشركه المانيه سميتها الاس كي اف سبيد، ويكفي انك تدخل السيت تاعها وتختار واش من موديل عندك. وناخذوا على سبيل المثال اخوتي الجولف ويت 2022 وهنا بالضبط تقدروا تلقاو عندهم اي بلوكر اللي غيتادابتا مع اي طوموبيل وكيف ما كانت واخا تكون حتى البورش 911 جي تي 2 ار اس 2024. اما العجيب في الامر اخوتي هو الثمن ديالو اللي ما كيفوتش 4500 درهم. اما الاغرب من هذا الشيء هو لا فاسيليتي ديال الانستالاسيون ديالو والديسكريسيون والانفيزيبيليتي اللي كيتميز بها واللي ما يمكنش ديتيكتا التواجد ديالو واخا تجيبوا اللوجيسيال ديال بيغاسوس. وكيف ما قلنا اخوتي الانستالاسيون ديالو دري صغير يقدر يديرها. وفي الحاله ديال الجولف ويت ما عليكم غير تحيدوا دوك لي تريمز ديال البلاستيك اللي دايرين بالفولون والكوكبيت والانفوتينمنت سيستم وتحلوا دوك لي فيس دو فيكساسيون ديال الكوكبيت. وهنا ما غيبقى لكم غير تانبلاغيو الكونيكتور ديال الكوكبيت وتكونيكتيوه مع الكونيكتور ديال هاد لوتي وتعاودوا تكونيكتيو الكونيكتور ديال هاد لوتي في الكوكبيت ورجعوا لي دوك قشاوش 10 لبلاصتهم. هاد الشركه المسخوطه غدوز على كل شيء الدكاكه وغتخلي كاع دوك النزايقيه اللي كيديتيكتيو الكيلومتراج المزور من الحقيقي يعطيوها غير الشكا والبكا. ما علينا. وهنا بالضبط غيكون عندكم جوج ديال الحلول، يا اما تحكموا في لوتي من لي بوطون اللي كاينين في الفولون ولا تو سامبلومون عن طريق لابليكاسيون. بحيث الا بغيتو تاكتيفيو المود 1 ما عليكم غير تكليكيو على البوطونه ديال الاوكي 10 ديال الثواني حتى تبان لكم شعلات الفوايون الكلينيوتون دليمن. وهنا بالضبط اخوتي وفي هذا المود الحساب ديال الكيلومتراج كيحبس 100% وهكذا دواليك. بحيث المود الثاني كيحسب غير 20% من الكيلومتراج اللي ضربته والمود الثالث كيحسب 30% والمود الرابع اللي هو النورمال واللي به كيتحسب الكيلومتراج اللي ضربته كومبليتمون 100%. ولكن بلاتي راه ماشي غير الاي سي والكوكبيت هما الوحيدين اللي كيتراكيو وكيسجلوا الكيلومتراج، لا بل في الفوكس فاغن مثلا حتى البوطه فيتاس عندها اي سي يو خاص بها وحتى هو كيسجل الكيلومتراج. ايوا داكشي علاش هاد الشركه مولات الدكاكه فكرات في دوك الدكاكيه ديال بصح وكملات ليهم الباهيه وخرجت ليهم واحد ليميولاتور سماتو بالجير بوكس كان بلوكر. هاد الايميليتر حتى هو غير بلاغ اند بلاي وبالضبط في بلاصه الكونيكتور ديال الاو بي دي. هنا الجهه الاخرى ديالو كتولي هي فين تقدروا تبلاغيو الكونيكتور ديال الاو بي دي ومريضه ما عندو باس. ايوا هكذا فوق ما خدمتو شي مود من دوك لي مود اللي قلنا كيتابليكا حتى على الاي سي يو ديال الجير بوكس. اما المشكل الكبير اخوتي بهاد التكنولوجي كيولي من غير الممكن انك تراكي الكيلومتراج في لي زاتيستاسيون ديال لي فيزيت تكنيك ولي كارني دونتروتيان بحال كيف ما تقدروا دابا ديروا مع الطوموبيلات القدام. اما الطامه الكبرى اخوتي ان الناس اللي غادي يخدموا بهاد لي زوتي وان فوا غيبغيو يبيعوا طوموبيلاتهم غيحيدوهم والخدمه اللي دارت راه دارت وكتبقى الى الابد. داكشي علاش في الفيديو الجاي غادي نهضروا على كيفاش تعرفوا الطوموبيل اللي غادي نشريو واش الكيلومتراج اللي مافيشي في الكوكبيت والاي سي يو ديال الموتور وديال الجير بوكس واش حقيقيين نيت ولا لا.